وبركاته. النهاردة من مطبخ طباخة هانم هنعمل أكلة التريبيانكو أو وصفة عرق اللحمة الباردة. طبعا الأكلة دي في العزومات بتبقى شكلها شيك وراقي جدا على السفرة. تعالوا نبتدي نشوف هنعمل أكلتنا ووصفتنا ازاي. أول حاجة عايزة أتكلم عن عرق التريبيانكو. احنا لما بنجيبه من عند الجزار بيبقى متربط بالشكل ده، او لو مش متربط احنا بنربطه، وهناخد حلقة عن كيفية تربيط عرق اللحمة الباردة ان شاء الله. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه. معلقة ملح صغيرة، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات لحمة، ربع معلقة من حبهان المطحون، فلفل اسود حب او حصى، روزماري، ورق لورا وحبهان سليم، فصوص من الثوم، مية بصلاية واحدة، معلقتين من الصلصة صغيرين، ومعلقة عسل. عندنا كمان طماطماية مبشورة وطماطماية متقطعة وبصلاية متقطعة وجزراية متقطعة وكرات وكرفس. تعالوا نشوف مكوناتنا ايه. وقبل ما نحط المكونات بتاعة الخلطة عايزين نشوف ازاي بنحط الثوم جوه اللحمة الباردة. طبعا انا مفتحة اللحمة الباردة زي ما انتوا شايفين كده، بس هنشوف برضو بنفتحها ازاي. بنجيب السكينة ونغرزها بالطريقة دي، وندخل فيها واحدة من الفلفل الاسود الحصى وفص ثوم. تعالوا يلا نشوف مع بعض هنعملها ازاي. هنبتدي بقى نحط فصوص الثوم والحصى جوه الفتحات اللي انا عملتها. طبعا انا غرزت اللحمه زي ما انتوا شايفين كده اهو. برضو بفتح فتحه كده بالسكينه، بسن السكينه بفتح، بجيب حبه الفلفل الحصى اهي، بدخلها الفتحه اللي انا فتحتها، وبحط فص الثوم وراها على طول. باجي في التانية احط فتحه من حبة الفلفل الحصى تانية، بالطريقة دي لحد ما املى الفتحات اللي انا فتحتها. وانا برضو فاتحة فتحات عشان تدخل جواها التتبيلة وتبقى طعمها ظريف. بنحط حبة الفلفل الحصى ووراها التومة زي ما احنا شايفين كده اهو. ندخلها كويس. طبعا ده بيدي طعم شهي جدا للحمة. دلوقتي بعد ما حطينا اللحمة الباردة فيها الثوم وغرزناها بالثوم والفلفل الاسود زي ما احنا شايفين كده من كل الاتجاهات، هنيجي اهو الثوم والفلفل الحصى، هنيجي نعمل التتبيلة بتاعتها، نبتديها مع بعض. هنحط طماطم المبشورة، طماطمايه مبشورة، هنحط مية البصلاية، هنحط نص معلقة من بهارات الملح، وربع معلقة الحبهان، هنحط معلقة العسل، هنحط معلقة الملح،
هنحط نص معلقة الفلفل الاسود، وهنحط معلقتين من الزيت، عشان الزيت ده مهم جدا ان هو بيخليها طرية وجميلة. هنخلط كل المكونات دي مع بعض زي ما احنا شايفينها كده اهي. طبعا ريحتها جميلة جدا وطعمها اروع. طبعا بقية الحاجات الصلصة والروزماري وورق اللورا والحبهان والطماطم والبصل والجزر والكرفس والكرات هنعملهم بس عند التسوية. ادي عندنا عرق اللحمة الباردة قدامنا، هنتبله بالصوص اللي احنا عملناه ده بالطريقة دي. طبعا نحاول نخليها تاخد من كل اتجاه الصوص عشان تبقى جميلة. ونحطها بقى بعد ما تبلناها كده هنحطها في التلاجة لمدة ساعة عشان الصوص ده ياخد اللحمة تاخد من طعم الصوص، وبعد كده تبقى جاهزة للتسوية. هنشوف بعد كده هنسويها ازاي. هنجيب الصلصة ونغلف اللحمة بتاعتنا او عرق اللحمة الباردة من كل النواحي كده. طبعا هي الطماطم برضو هتبان، بس الصلصة دي بتدي طبقة من تحمير جميلة جدا ما نيجي نديها شك على النار. هنشوف دلوقتي هناخد الصلصة بتاعتنا كده وندهن عرق اللحمة بتاعتنا من كل جهة زي ما احنا شايفين كده. وبعد ما خلصنا دهان عرق اللحمة الباردة هناخده ونعمله شك على النار. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. ودلوقتي هنسوي عرق اللحمة الباردة مع بعض على النار. حطينا صينية وهنحط فيها مكعبين من الزبدة ومعاهم 2 حبة من المستكة كده عشان بتدي ريحة وطعم جميل جدا. بعد كده هندوب الزبدة زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، وهنحط بعد ما تسيح الزبدة عرق اللحمة الباردة مع بعض زي ما احنا شايفين. شكله شهي وجميل. وطبعا معلقة العسل الصغيرة اللي انا حطيتها دي بتدي تيست للحمة رهيب، طعم جميل جدا جدا، وهتجربوه ان شاء الله ويعجبكم جدا. طبعا هنقلب العرق على كل الاتجاهات كده عشان ياخد الصف بتاعته. احنا بنديله الصفنه دي عشان ما ينزلش السوائل بتاعته وتفضل اللحمه طريه وجميله من جوه. هنقلب العرق مع بعض كل الاتجاهات كده. وبعد ما شفنا اللحمه البارده خدت لون جميل ازاي، هنحط لها بقى البصل والطماطم والجزر والكرفس والكرات. كل ده محطوط زي ما هو لان هو هيدوب في التسويه، والروزماري والحبهان وورق اللورا. تمام، كل ده هيتسوى معاه. وهنحط له كوبايتين من الميه سخنه طبعا زي ما احنا شايفين كده. شكله رائع وريحته تجنن. وهنغطيه بالفويل، هنسيبه لحد ما يغلي شويه ونغطيه بالفويل ونحطه في الفرن لمده ساعتين 2. الساعة الأولانية هنفتح عليه ونقلبه الناحية التانية، والساعة التانية هنطلعه يبرد
على الكاونتر او رخامه بتاعه المطبخ، او نحطه ساعتين في التلاجة ونطلعه ونبدا نقطعه عشان ما يتفتتش مننا. دلوقتي هنغطيه بالفويل وندخله الفرن لمده ساعتين كاملين. وبعد ما خرجنا اللحمه البارده من الفرن دخلناها التلاجة تبرد شويه عشان نعرف نقطعها وما تتفتفتش مننا، واخدنا الصوص اللي تحتيها اهو وهنعمله بالهاند بلندر. هنصبه دلوقتي في البوله جنب اللحمه البارده بعد ما هنقطعها ما تخرج من التلاجة، ونوريكم الشكل النهائي للحمه البارده. وده شكل اللحمه البارده بعد ما قطعناها. شايفين شكل الثوم اهو باين لما اتقطع ازاي، والفلفل الحصى. ده كان الشكل النهائي لطبقنا. اللحمه البارده بتتقدم مع رز الخلطه، وان شاء الله هجيب لكم طريقته في حلقه تانية. ممكن نحط الصوص كده عليها بالشكل ده. شكلها يجنن وطعمها احلى. ان شاء الله لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله هيعجبكم، اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واللي ما فعلش الجرس يدوس عليه عشان يجيله كل جديد مننا. واتمنى تكون الاكله عجبتكم. بالف هنا وشفا، واشوفكم تاني في مطبخ طباخه هانم. باي باي.